في مواقف في حياتنا ما بتخلص أول ما بتخلص، وما بتمشيش مع الوقت ولا بتختفي مع التجاهل. التحرش واحد من المواقف دي، لأنه مش بس بيحصل للجسد، هو بيحصل ليه إحساس، ليه أمان، للثقة ولنظرتك لنفسك وللعالم. في ناس بتقول عدت الحمد لله، بس الحقيقة في حاجات بتكمل بعد كلمة عدت، بتكمل في النوم، في خوف، في ردود الفعل، وفي الإحساس الدايم إن في حاجة مش مظبوطة. الحلقة دي مش هدفها ترجعك وجعك ولا تفتح جرح من غير سبب. الحلقة دي محاولة نفهم ليه التحرش بيتسجل في النفس، وليه أثره أحيانا بيبقى أقوى من الحدث نفسه. أول حاجة، يعني إيه صدمة نفسية؟ في علم النفس الصدمة مش معناها بالضرورة دم أو عنف شديد أو حدث كبير قوي. الصدمة بتحصل لما الإنسان يتعرض لموقف يحس فيه إن حد اقتحم حدوده من غير إذنه ومن غير قدرته على الدفاع عن نفسه. التحرش حتى لو كان كلمة، نظرة أو لمسة أو موقف سريع، ممكن يتحول لصدمة لو كسر إحساسي أمان. العقل مش بيقيس أي حدث بحجمه، العقل بيقيسه بإحساسي عجز وبخطره الاقتحام. علشان كده موقف بسيط في نظر ناس ممكن يبقى تجربة صادمة جدا في نظر شخص تاني. طب يا دكتور، ليه ردود فعلنا وقت التحرش بتختلف؟ في لحظة التحرش العقل مش بيشتغل بعقلانية، بيشتغل بنظام اسمه نظام البقاء. الجسم قدامه 3 اختيارات تلقائية: المواجهة، الهروب، التجمد. المواجهة دي إن أنا أقف وأزعق قدام الكل. الهروب إن أنا أهرب بسرعة من أي حد بيأذيني. التجمد، وللأسف ده أكتر رد فعل شائع، وكمان هو أكتر رد فعل بيتفهم غلط. ليه؟ لأن ناس كتير بتلوم نفسها وتقول ليه ما اتحركتش؟ ليه ما صرختش؟ الحقيقة إن التجمد رد فعل لا إرادي الجسم بيعمله لما يحس إن أي حركة ممكن تزود الخطر. ده مش ضعف، ده ذكاء ولغة بقاء. طب يا دكتور، ليه عقلي ساعات بيقلل من اللي حصل بعد التحرش؟ في ناس بتقول ما حصلش حاجة كبيرة، غيري حصل لهم أسوأ، أنا أكيد مكبرة الموضوع. عارفين ده اسمه إيه؟ ده اسمه التقليل الدفاعي. العقل بيعمله علشان يقدر يكمل حياته من غير ما يواجه الوجع مرة واحدة. لكن المشكلة إن الوجع اللي ما تفهمش وبيستخبى بيطلع بعدين في صورة قلق، توتر، خوف، أو إحساس دائم بعدم الأمان. طب إيه علاقة التحرش وكسر الإحساس بأمان؟ الإحساس بأمان مش حاجة بسيطة، ده أساس نفسي مهم جدا. التحرش بيكسر فكرة أنا في أمان، جسمي ملكي، الحدود محتل منها. بعد التجربة العالم بيبقى أقل أمان، الشوارع، المواصلات، أماكن كانت عادية تبقى مش مريحة. وده مش لأنك ضعيفة، ده لأنك جهازك العصبي اتعلم إن في خطر محتمل. طب يا دكتور، ليه التحرش بيفضل جوانا حتى لو عدى زمن؟ الصدمة ما بتتخزنش في الذاكرة بس، بتتخزن في الجهاز العصبي. علشان كده ممكن موقف بسيط أو صوت أو نظرة يفتح نفس إحساس حتى لو الحدث خلص من سنين. الجسم مش بيفرق بين خطر حصل وخطر بيحصل. لو ما اطمنش، في رد فعل شائع وهو الصمت بعد التحرش. الصمت دايما مش اختيار، احيانا بيكون نتيجة صدمة، خوف، عدم ثقة، او شعور ان محدش هيصدق. الصمت بيحميك مؤقتا، لكن لو طول ممكن يتحول لضغط نفسي داخلي يحسسك انك لوحدك، وده ليه تأثير مباشر على الصحة النفسية. طب يا دكتور، ليه مهم نفهم مش نحكم؟ اكتر حاجة تأذي الضحية مش التحرش بس، لكن الأسئلة القاسية: ليه سكتي؟ ليه كنت هناك؟ الأسئلة دي بتحول الضحية من إنسانة اتأذت لمذنبة، من واحدة واقع عليها الظلم لواحدة هي السبب. والحقيقة إن مفيش أي مبرر للاعتداء على حدود الإنسان. الخلاصة، لو أنت بتسمعي الحلقة دي وحاسة إن في كلام لمس حاجة جواكي، ده مش ضعف، ده لأن التجربة حقيقية وأثرها حقيقي. التحرش مش ذكرى، التحرش تجربة نفسية محتاجة تتفهم مش تتنسي. في الحلقات الجاية إن شاء الله هنتكلم عن لوم الذات والجسد
وعلاقات وطريقة التعافي من التحرش. لكن دلوقتي أهم رسالة، انت مش لوحدك، ووجعك مفهوم، والتعافي ممكن حتى لو الطريق طويل. وبس كده، كان معاكم دكتورة أمل دانيال، دكتوراه في الصحة النفسية. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك، ولو استفدتوا اعملوا مشاركة لأصحابكم. سلام.